السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خبر عاجل جدا خاص بوقوع زلزال السويس. زلزال السويس وقع بالتحديد في منطقة شمال السويس، وبالتحديد في الكيلو 20، ومقياسه 4.1 ريختر. وبالظبط وقع النهاردة، الجمعة، في صباح يوم الجمعة النهاردة الساعة 12:27 بالظبط. أهالي السويس شعروا بيه. وطبعا كان حصل يعني صحيح ما فيش إصابات، الحمد لله رب العالمين، ما فيش إصابات، ما فيش حوادث، ما فيش أي حاجة، بس في هلع شديد بالنسبة للناس وخوف شديد، يعني بسبب اللي طبعا احنا كنا شايفينه في تركيا وسوريا. خوف اللي كان ممكن يحصل قبل كده في مصر، وشعورهم بهزات منه. وخاص بهذا الزلزال يعني. ده على جانب الخاص بالمواطنين في السويس. أما بالنسبة للمسؤولين فكان أكد دكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن الزلزال فعلا وقع بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس، وأكد إن هو غير مؤثر بالمرة، وإن العمق بتاعه وصل لحد 10 كيلو. ووجه رسالة للمواطنين وقال فيها إن مفيش داعي خالص للهلع والنزول للشوارع، وإن الزلزال بسيط جدا. نيجي بقى على الجانب الآخر الخاص بالمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري. قال إن في فعلا هزة أرضية وقعت بقوة 4.1 ريختر. ده البيان بتاعه الرسمي بتاع الدولة يعتبر 4.1 درجات على مقياس ريختر. ضربت البلاد الجمعة على عمق 20 كيلو متر شمال مدينة السويس. وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، قال فيه إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 27 كيلو متر شمال السويس على عمق 10 كيلو متر. وأضاف إن المواطنين شعروا بالهزة من دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. طيب، كده نكون ذكرنا الشكل الكامل الخاص بوقوع الزلزال في شمال السويس على المستوى المحلي. نشوف بقى على المستوى العالمي، حيث أنه قد أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزال قويا بقوة 4.1 ريختر ضرب منطقة شمال السويس، وشعر به سكان القاهرة، وليست هناك خسائر بشرية أو مادية. ده نص البيان اللي أعلنه المركز الأوروبي. كده نكون يعني ألقينا يعني نظرة على هذا الحدث الهام الخاص بوقوع زلزال شمال السويس على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي.